السلام عليكم. لو نفسك تعملي فراخ مشوية في البيت تدوب في البق كده وتتبيلة ولا أروع، يبقى لازم تشوفي الفيديو ده. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوية في الفرن بطريقة سهلة وسريعة، وطعمها يخلي كل اللي في البيت يطلبها منك تاني وتالت، من أول التتبيلة السرية لحد التسوية الصح. خليكي معايا خطوة بخطوة، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا السهل البسيط ده. بس ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. سميت الله، ومعايا بصلتين كبار، ومعايا قرن فلفل حار او عادي، نحطهم في شفشق الخلاط مع ربع فنجان من الميه عشان يسهل عليهم الضرب. عايزين الخليط نضربه كويس جدا لحد ما ينعم بالشكل ده، ما ينفعش تضربيهم في الكبه. تعالوا نشوف البهارات، والبهارات ديت لفرخه واحده بس. معايا نص معلقه فلفل اسمر، ومعايا نص معلقه كبيبه صيني، ربع معلقه او اقل كمان من ربع معلقه قرفه علشان لما بتزيد بتعمل ريحه زفاره للفراخ. ومعايا برضو اقل من ربع معلقه من الجنزبيل، وربع معلقه من الديمجلاس موجود عند اي عطار، ومعلقه كبيره زعتر، نص معلقه كبيره بصل بودر، نص معلقه كبيره توم بودر، ومعايا كمان معلقه كبيره من الكاري، والملح حسب الرغبه، ومعلقه كبيره من مرقه الدجاج. وكل ده هسيبهولك في صندوق الوصف. قلبت الكلام ده كله مع بعضه، وطبعا حطيت عصير ليمون، وجبت الفراخ بعد ما غسلتها كويس جدا بعمل فيها فتحات، وبالسكينه كده بغرز الوراك علشان التتبيله تخش في كل حته في الفراخ. بعد ما خلصت كده وظبطت الدنيا وغسلت الفراخ وعملت لها فتحات وغرستها، نجيب بقى التتبيله وندخل التتبيله دي في كل حته في الفراخ. لازم الفرخه تشرب من التتبيله دي تحت الجلد وجوه العظم. واهم حاجه اللي انت تسيبيها في التتبيله دي ليله كامله. كل ما بتسيبي الفراخ في التتبيله كل ما الانسجه بتاعتها بتطرى، واللحم بتاعها بيتملح وبيبقى طعمها حكايه. وعلى فكره ممكن تفرزيها، يعني لو انت حابه تفرزيها بتحطيها في اكياس او في اطباق وتحطيها في الفريزر بالتتبيله ديت. بصوا بتبقى طعمه وحلوه جدا جدا. كده تمام، انا خلصت خلاص. التتبيله اللي فاضت حطيتها كده على وش الفراخ وغطيتها وسبتها في التلاجة ليله كامله. كده تمام. طبعا الريحه كانت خطيره خطيره خطيره. تاني يوم بقى جبت الصينيه بتاعتي، وتعالوا بقى اقولك على طريقه التسويه علشان تطلع معاكي صح الصح. جبت الصينيه قارب اللي موجود عندك وترصي فيها الفراخ، وطبعا حطيت معلقتين كبار كده مليانين من الزيت، وهدخلها الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. جبت ورق زبدة وغطيتها من على الوش كده، او مفيش ورق زبدة اي غطا او صينية او قارب تغطيها. المهم ان انت تغطي الفراخ علشان ما تستويش وتاخد لون من بره وتبقى نية من جوه، يبقى اللحم لسه ني. فبنجيب ورق زبدة ببله كده بالمية، وبغطي الفراخ وبدخلها في الرف الوسطاني. بعد حوالي مرور نص ساعة كده بشير ورق الزبدة واسيب بقى الفرخة تحمر وتاخد اللون التحفة اللي حضرتك شايفاه دوت. طبعا الريحة كانت خطيرة، والريحة قلب الدنيا ما شاء الله تبارك الله. شايفين الفراخ واخدة لون حلو جدا جدا، وريحتها كانت خطيرة مستوية وتحفة التحفة. طبعا نحط بقى شويه بقدونس كده عشان طبعا العين بتاكل قبل الفم. وكده ما شاء الله خطيره. ممكن تعملي جنبيها مكرونه، تقلي بطاطس، تاكليها كده بالعيش. هي خطيره خطيره خطيره.